سلام عليكم. أنا ست متجوزة وجوزي عنده صاحبه الأنتيم قضوا عمرهم كله مع بعض دراسة وشغل وكمان ساكنين جنبنا. صاحبه ده اتجوز بعدنا بأسبوع وعنده ولد ومراته حامل، وأنا عندي 3 وحامل في الرابع. قلت أجيبهم ورا بعض مرة واحدة. أنا ساكنة مع أهل جوزي في بيت عيلة، وأول سنتين كانت الدنيا ماشية تمام، بس المشاكل بدأت من يوم ما صاحب جوزي اشترى شقة ملك هو ومراته عشان مراته مدرسة ثانوي وساعدته بفلوسها. جوزي اتغير 180 درجة وبقى يغير منه، وبدأ يقطم فيا ويقول لي أنا ما شفتش معاكي يوم عدل، انت طول اليوم أكل ونوم وبس. وبقى يعايرني ويقول لي شوفي صاحب مراته ثقافة وتربية وكمان ساعدته، وأنا بقالي 6 سنين متجوزك ولسه ساكن مع أهلي. وبيقول لي أنا غلطت إني اتجوزت واحدة زيك. الموضوع زاد لما صاحبه جاب عربية زيرو وشيك، وطبعا بمساعدة مراته. جوزي اتجنن أكتر وبقى يكرهني ويضربني وأنا حامل، ويضرب العيال، ويقول لي أنتي فالحة بس في الخلفة وبتعملي كده بالعمد مش غلطة. مش شايفة إننا لسه في نقطة الصفر، وكل سنة أو سنتين تجيب لي عيل، أنا مش قد مصاريفهم. ما بقاش يطيق يبص في وشي ولا يكلمني، ولو نطق بيبقى شتيمة وذل. يقول لي يا جهلة يا أمية، أنا نزلت بمستوايا واتجوزتك، أنتي ما تصلحيش لأي حاجة، ولو عندك كرامة اطلبي الطلاق وامشي خليني أجيب ستك. ومرات صاحبه دي ليل نهار بيحكي عنها، لدرجة إني بحس إنه بيعشقها. أنا تعبت وكرهت حياتي ومش قادرة أتطلق لإني ماليش مكان أروح وب4 عيال. أعمل إيه معاه الله يخليكم؟